يا مساء الفل عليكم يا حلوين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال. النهارده هعمل معاكم سلطة الرنجة بطريقة بسيطة كده وسهلة، وبعيدة بقى عن الطبيخ والجو حر ومش مستحمل بقى اكل وكده، فقلت اعمل رنجة. طبعا الرنجة دي ليها كذا طريقة. دي طريقة بسيطة جدا وسهلة، وفي ناس بتطبخ الرنجة وفي ناس بتعملها كده وفي ناس بتشويها وفي ناس ما بتشويهاش. فانا هقول لكم ايه. يعني انا عن نفسي ما بحبش اشويها بصراحة، لان هي رنجة مدخنة، يعني مستوية. واللي هيقول لي هي نية، لا هي مش نية، هي مدخنة. بس انا هعملها برضو معاكم كده على النار بطريقة سهلة وبسيطة عشان ارضي ايه جميع الاطراف. معايا رنجاية، وطبعا انت حرة بقى تجيبي رنجاية 2 على حسب الكمية وعلى حسب عادات أسرتك. تمام يا حبايب قلبي. ودايما تختاري كده رنجاية المبطرخة كده، اللي مش طرية قوي، يعني ما تمسكاش كده تحسي انها طرية، عشان ما تبقاش ايه لحمها مفرول، لا ماسكة نفسها كده ومقلبظة كده، بتبقى دلعة. وتجيبيها من مكان موثوق فيه عشان تبقى من نوع كويس. اهو الرنجاية قدامكم اهو، جميلة جدا، وانا جايباها من النوع الدلع. تمام. طبعا انت بتحبي تاكليها كده من غير سلطة، بتبقى برضو جميلة، بس جربيها بقى بالسلطة، حاجة كده تحفة ومش هتشبعي منها ابدا. وعايزة بقى رغيفين كده تراي بلدي وبصل، هو هيتحط فيها بصل بس هتاكلي جنبيها برضو بصل تاني، حاجة كده في منتهى الجمال. بصوا حبايب قلبي، انا طبعا قشرتها الاول قبل ما اشويها. ما انا قلت لكم انا مش بشويها، بس انا هشويها عشان ما حدش يطلع يقول ايه انتي عاملاها ونية والكلام ده كله. هي مش نية، بس انا هوريكم انا هعمل ايه. تمام كده. ومش هتبقى حادقة ولا اي حاجة، بالعكس أنا بعد ما خلص الفيديو انا دقتها، طعمها ضلع جدا بالمكونات اللي حطيتها، في منتهى الجمال. وعلى فكرة في ناس برضو بيعترضوا على الطماطم انها تحط مع الرنجة ويقولوا انها بتبقى زفرة. ابدا والله، انا على طول حياتي بعملها بطماطم وباكل جنبيها طماطم، وما فيهاش زفاره ولا اي حاجه. وانا زي ما قلت لكم كده، الاكل اذواق، وكل واحد وبراحته. انا بوريكم الطريقه، كل واحد وذوقه، كل واحد وطبيعه اكله. تمام. طبعا التكنيك واحد، زي ما انا قلت لكم كده. هنحط المقادير انت براحتك بقى، عايزه تنقصي عايزه تزودي، بس هي دي الطريقه الصح، وان شاء الله تبقى طريقه مرضيه. انا بحاول اهو اقشرها. تمام. بشيل الجلد من عليها، بتشال معايا بمنتهى البساطة. وزي ما انتم شايفين كده الرنجاية ماسكة نفسها، مش طرية، مش مفرولة، لانها طبعا من النوع كويس جدا. زي ما بقولكوا كده، جيبوها من النوع من حد موثوق فيه عشان تبقى مش بايظة ولا اي حاجة. تمام. اهي يا حبايبي، شلت طبعا الراس لاني مش محتاجاها خالص، ويبقى جواها البطروخ. وطبعا البطروخ ده بقى قصة تانية، يعني كل واحد وحظه. في بطروخ كده بيبقى مرمل، في بطروخ بيبقى طري. وطالما الرنجاية حلوة، سواء البطروخ طري او مقرمش، الاتنين بيبقوا في منتهى الجمال. وكل واحد وكيفه بمزاجه، في ناس بتحب المقرمش، في ناس بيحبوا الطري، مفيش مشكلة. زي ما وريتكم كده، انا سلختها خالص، شلت الجلد من عليها، وابتديت دلوقتي اشيل بقى السلسله اللي جوه. والبطروخ قدامكم هو طلعه، وطلع حظي بصراحه من اللي هو الطري، بس دلع يعني طعمه جميل. تمام. انا كده شلت الشوكه الكبيره اللي جوه، واهو هشيل الحتت السوداء اللي في قلب السمكيه من جوه. اهو احاول اكحتها كده، واقطع كل الاسمر ده اللي ما بيطلعش خالص. بنضف السمكيه واحاول اطلع كل الشوك الكبير. هو كده كده ما بين الرنجة ما بين اللحم في شوك رفيع، لكن في شوك كبير ده لازم يتشال. ما ينفعش اعمل سلطة الرنجة بيه، لازم يتشال كويس جدا. اهو بنضفه على قدر المستطاع. اهو نضفت الرنجاية كلها ما خليتش فيها شوك خالص، لان الشوك ده بيبقى خشن وجامد وممكن يعور حد وهو بياكل لا قدر الله ويقف في زوره. فكل ده انا شلته خالص في الرنجاية. اهو حبايب قلبي، وشلت الاسمر خالص خالص اللي حوالين السمكية، وخليتها زي الفل. اهي شايفين شكلها عامل ازاي؟ تتاكل والله من غير ما يتحط عليها اي حاجة، وشوية زيت وليمون وبصل، وحاجة كده فاخر من الاخر. اهو حبايب قلبي، خلاص شفيت السمكية بتاعتي كلها وخليتها زي الفل، مخليتش فيها شوك خالص. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ طبعا انا قلت لكم انا هاخدها كده على النار، هاخدها تشويحه، عشان ايه؟ اقتل اي بكتيريا ولا اي حد يقول انتي ده نية او الكلام ده كله. حطيت حوالي معلقتين زيت على الطاسه، والطاسه طبعا سخنه. تمام. انا مش هقعد اشوح فيها، خلي بالكم، يا دوبك تنزل بس هي كانت الطاسه سخنه. هديها تشويحه اقل
اقل من الثانيه، تشويحتين كده بس قتلت البكتيريا بتاعتها. وعلى فكره هي ما كانتش حادقه خالص والله العظيم، يعني كانت برضو دلع، هي تشويحتين وقفلت عليها بس، عشان لو في اي حاجه ولا اي بكتيريا لا قدر الله ما يبقاش في اي مشكله. طفيت عليها وسبتها لما هديت شويه. هروح كده على الرخامه، حطيت طبعا جهزت البوله اللي هحط فيها اهو. نزلت الرنجه بتاعتي، كنت مقطعه طبعا قبل الفيديو خيار مقطعه، حاولي تقطعيه صغير جدا عشان ما يبقاش كبير، عشان يندمج مع الرنجايه وبقيه المقادير. وكنت مقطعه بصلايه، وعلى حسب ما انتي بتحبي، لو بتحبي بصلايه بصل كتير، يعني انا ما بحبش البصل كتير قوي، يعني كانت بصلايه متوسطه على الرنجايه، ده شيء مناسب خالص اهو. وكانت خيارايه وطماطمايه، بس احاول الطماطم ما يبقاش فيها ميه، تمام؟ يعني مطلعه الجزء اللي فيه الميه ومقطعه الطماطمايه بتاعتي اهو. ونزلت كله، وطبعا كنت عصرة ليمونة ونص معلقة خل حطيت عليه، وطبعا الطحينة وده اساسي اه. طبعا انا احط كمية طحينة كده لا بأس بها، اكتر من الطحينة عشان ده اساسها الطحينة. اجمل حاجة في الاكلة دي الطحينة، حاجة كده بجد. الريحة كانت روعة، كان نفسي يا بنات تكونوا موجودين، يا ريت كنتوا موجودين وتدوقوا. واللي ما جربش الطريقه دي ارجوكوا تجربوها، حاجه كده في منتهى الجمال. وعلى فكره عملت كميه كبيره جدا بسم الله ما شاء الله. وحطيت طبعا 3 معالق من الزيت، ومش كتير خالص، هتقولوا ده كتير، لا مش كتير خالص خالص، تمام؟ ده زيت يعني حاولوا الزيت يبقى طعمه كويس، يعني عشان ما يأثرش على طعم الوصفه، ويبقى طعمها مش ظريف، تمام؟ حطيت 3 معالق من الزيت وقلبت كله مع بعضه اهو. زي ما قلت لكم كده، عايزين تقللوا من كميه السلطه، تمام؟ عايزه الكميه دي مناسبه جدا جدا على السمكيه بتاعتي، لاني ما شاء الله كانت كبيره، يعني كانت حوالي نص كيلو السمكيه. الكاميرا ما كانتش جايباها كويس، بس هي كانت نص كيلو، يعني ما شاء الله كانت كبيره، تمام؟ وطبعا معاها البطروخ وكده، فكانت يعني ما شاء الله كانت تقيله، تمام؟ قلبتها كلها مع بعضها كده، ولو عوزتي تحطي طحينه تاني زودي، ما فيش اي مشكله. خلاص هحطها بقى في قلب الطبق التقديم كده عشان نشوف الشكل هيبقى عامل ازاي. حاجه كده تحفه، يعني كلي بقى كده في اي وقت من غير ما تحمى على الصدر ولا اي حاجه، لانها دلعه وما فيهاش اي ملح اهو. وحطيت لها الطحينه طبعا، زود خليتها كمان دلعه زياده اهو. حبايب قلبي بصوا الشكل، بجد الشكل بيتكلم عن نفسه، يعني الجمال عدى الكلام. كده وصلت لنهاية الفيديو معاكم، يا رب تكونوا استفدتوا، يا رب أكون خفيفة عليكم. بتمنى لكم كل السعادة من كل قلبي، ويا ريت تدعموني بلايك وكومنت حلو كده. ومين بقى بيحب الرنجة زي كده؟ أنا بعشق الرنجة، اكتبولي في كومنتات ودعموني عشان أقدر أستمر. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت معاكم ماما فوفا من قناة قاعدة وفضفاضة الستات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.